اهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن المرتبات في دول الخليج، وان ما يغركش رقم المرتب بالجنيه المصري. احنا بنتكلم عن قيمته الفعليه اللي هي قيمته الشرائيه، اللي هي اصلا هتحدد هتعيش ازاي. والفيديو اللي قبله كنا بنقارن بين اوروبا ودول الخليج ككيانات عامه، واول فيديو كنا بنتكلم اصلا اسافر اصلا ولا لا. المفروض ان الفيديوهات دي بتنور لك طريقك وبتساعدك في انك تاخد قرارك. فلو انت مشيت معانا من اول الفيديوهات وقررت انك تسافر، لان مش كل الناس تقرر ان هي تسافر بناء على الاسئله اللي احنا قلناها، ممكن يكون لكل شخص هيختلف عن الشخص التاني. فلو انت قررت انك هتسافر كمل معانا الفيديوهات للاخر. نيجي بقى على اهم سؤال، وهو اسافر فين. واسافر فين مش لان كل الدول حلوه، لا، اسافر لان كل واحد فينا له ظروف خاصه بيه وليه الطريق اللي يناسبه هو شخصيا. في الفيديو ده هنتكلم عن شويه اسئله هتسالها لنفسك، هتساعدك في انك تختار البلد المناسبه لحالتك انت. مش تلاقي كل الناس بتسافر بلد معينه فتسافر وراهم وخلاص وتمشي ورا القطيع. تابعنا لاخر الفيديو. نيجي بقى على اول سؤال، وهو اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه في كل دول الخليج لازم تكون على الاقل تكون بتعرف تكون جمل عشان تعرف تتعامل مع الاجانب الموجودين هناك. لكن لو منطقه زي دبي، لا، لازم تكون هنا انت فلوينت في الانجليزي، لان انت معظم الناس اللي هناك او كل الناس هناك بيكونوا اجانب. لكن بقيه الدول العربيه لازم تكون تعرف تكون على الاقل جمل باللغه الانجليزيه، ولازم تكون تعرف تتكلم زي عربي. استنى السيبوني يتعب. سلام بيصل. احنا في سوي مشكلة هنا. احنا 4 نفر 3 طب شرعي، واحد النيابة العامة. ده مش هندي، ده سواق تاكسي في دبي. اما بقى لو انت معاك فلوس والهدف من السفر اصلا هو انك تستثمر، فعندك قطر والامارات خيار كويس جدا، لان موجود فيه فري زون كتيره، واجراءات انك تفتح شركه وتستثمر في البلدين دول اسهل بكتير جدا. حاليا بدات السعوديه تخش معاهم على الخط في قانون الاستثمار الجديده، فانت متاح لك الثلاث دول دمت عشان لو انت ناوي تستثمر في دول الخليج. اما بقى لو انت بتدور على هدوء، مفيش ضغط، مفيش منافسه، عاوز حياه مريحه وهاديه، فسلطنه عمان حياه مناسبه جدا. هي تعرف تعيش حياه مريحه وهاديه، بس انك تحوش فلوس او توفر منها بيكون صعب شويه. اما بقى انت لو بتدور على عاوز تشتغل في مستشفى ومجال اكاديمي، فالامارات وقطر برضو هم احسن دولتين للشغل الاكاديمي والمستشفيات. في الفيديو اللي فات عرفت ان البحرين هي احسن دوله عربيه من حيث القوى الشرعيه، فكان المرتب في البحرين بيعادل 36,000 جنيه، انما كان في السعوديه 24,000، فده كان من احسن المرتبات في دول الخليج. لكن للاسف البحرين انا ما لقيتلهاش اي فرص، فانت لو لقيت فرصه في البحرين امسك فيها بايدك واسنانك. لو انت بقى مستعجل وعايز تسافر بسرعه، هو نظريا السعوديه هي احسن حاجه، لان انت السعوديه بعد سنه على طول بتبدا في الاجراءات وتخلص البرومتر في خلال 3 شهور. فلكن هنا المشكله انك عشان تسافر السعوديه في الفتره الحاليه، فمحتاج ممكن في ناس بتقعد لحد سنه وسنتين عشان تلاقي فرصه في السعوديه في الوقت الحالي. فهنا بقى لازم تدور على البدائل اللي احنا اتكلمنا عنها، وتشوف انت هل ليك معارف، هل ليك قرايب، وتبدا تدور في الدول اللي احنا اتكلمنا عنها، لان الدوله مثلا زي البحرين احسن دول الخليج من حيث المرتبات للصيادله، لكن مش بينزل لها عروض، او مش بينزل لها عروض لان الفرص الموجوده فيها محدوده. فانت محتاج انك تتعب شويه وتدور على لينكد ان وانديد، وان شاء الله هنعمل في محاضره ازاي تلاقي فرص العمل. وقبل ما نختم الحلقه، افتكر ان مش كل الدول زي بعض، مش لازم تسافر الدوله اللي فيها صاحبك، لا، انت بتسافر الدوله اللي مناسبه لطموحك واهدافك واستعداداتك. بالتوفيق يا شباب.